كرتون النهارده يا حبايبي عن ولد شحات كان قاعد بيشحت طول النهار في الشارع، بيحاول يلم أي فلوس. ساب المدرسة عشان يعرف يكفي هو وباباه يعيشوا. المدرسة بتاعته مش لاقياه في الفصل، بس هو مش لاقي حاجة يعملها غير إن هو يحاول ياخد أي فلوس. حتى لما بيدور على شغل عند ناس برضه ما بيلاقيش شغل. بيدور على شغل في مطعم وبيدور على شغل في العربيات اللي في الشارع، بس محدش عايز يشغله. بيرجع لباباه بيقول له: انا ما لقيتش اي حاجه اجيبها غير شويه الاكل الصغيرين دول. احنا معناش فلوس، بس انا بحاول اشتغل او اعمل اي حاجه. انت حاول تساعدني حتى. الاب بيقول له: اوعى تحاول تفتكر ان انا ممكن اساعدك. انت لازم تبقى كبير ومسؤول، ولازم تبقى مسؤول عني. الولد بيشوف الاب ازاي هو مش واخد بالي مني، ازاي انا بس اللي مطلوب ان انا اخد بالي منه. بيروح واخيرا بيلاقي شغل. بيصعب على الراجل اللي في المطعم وقال له: خلاص انت هتشتغل عامل نظافة عندنا في المطعم. هو مبسوط بأي شغلانة، بيلم الأكل وبياخد الطلبات وبيعمل الأكل. بيشتغل أي حاجة في المطعم عشان يعرف يلم أي فلوس يعرف ياخدها لباباه. الراجل اللي في المطعم كان مبسوط منه، لأن مهما كانت الدنيا زحمة بيعرف يوفي على كل الطلبات. وفي الآخر بيديله أكل وهو ماشي. هو كان فرحان وراح لباباه عشان هو فرحان إن هو واخد أكل. بس هو ما كانش يعرف ان بابا دايما هيبقى متضايق منه. بيقول له: ده اكل، ده اللي انت جايبهولي ده واعي اكل، يلا امشي روح كمل شغل. هو بيحاول يروح يشتغل تاني عشان يجيب فلوس لباباه. في الوقت ده المدرسة كانت بتدور عليه. هي بتلف في كل حتة بتدور عليه، والولد قاعد مش عارف يعمل ايه. انا اشتغلت كتير قوي ومش عارف اشتغل ايه تاني. بيجوا الناس دول يشوفوا الولد. هما الناس دي مع كل أسف أشرار جدا، فبياخدوا الولد بيسلموا عليه بيقولوا له: ايه رأيك تيجي معانا؟ هو طبعا مش عايز يروح معاه. راحوا لموه في الشوال وخدوه معاهم بسرعة. في اللحظة دي المدرسة بتشوف الناس وهي بتخطفه، وهم شايفاهم إن هم هيبيعوه. فبتروح على طول لباباه تشوف هما الأول هو فين. لقوهم حطوه مع ولاد تانية هيتصرفوا فيهم كلهم مرة واحدة. راحت لبابا الولد قالت له: تعالى بسرعة، ابنك اتخطف. قال لها: ايه ده؟ ابني اتخطف؟ خديني معاكي. وراحوا هو وهي بسرعة على البوليس. في الوقت ده الولد كان بيحاول يخرج بس هو مش عارف. البوليس جه لم البيانات عن الناس وعرف هما فين، وراح بسرعة عشان ينقذ الأولاد اللي مخطوفة. البوليس قعد يتبادل في ضرب النار مع الحرامية، بس هو مش عارف يطلع الولاد. وأبو الولد كان خايف عليه جدا وخايف إن الرصاص يطوله. فالبوليس عربية منهم مشيت والعربية التانية. ايه ده؟ البوليس ما مشيش ولا حاجة. البوليس كان بيحاول يخش بالعربية عشان يضرب الحرامية، والأب بقى لسه مش موجود، بس البوليس كمل دخول. يا ترى البوليس هيعرف يقبض عليهم ولا لأ؟ الأب ما قدرش يستنى، قال: أنا لازم استخبى وأخش أجيب ولادي بسرعة. هو عايز ينقذ ابنه وأنقذ معاه الولاد التانيين. الولد كان فرحان وأخيرا شاف باباه بطل، لأن هو الأب فعلا بطل. اللحظة دي الحرامية شافوا الأب وكانوا عايزين يضربوا النار على الولد، بس الأب أنقذ ابنه وخد هو الرصاص مكانه. الابن اكتشف إن باباه فعلا بطل وبيحبه، بس مع كل أسف في آخر الوقت وكان فات الأوان. الأب شاف الابن وهو عارف إن هو بطل.